تحية لك وللضيفين وعيد مبارك للجميع. في الحقيقة الصراع المغربي الجزائري أقدم من الربيع العربي، لكنه تفاقم بسبب الربيع العربي، بسبب ليبيا وكذلك تونس، وبالتحديد ليبيا، لأن ليبيا محاذية للجزائر، والجزائر تخشى من أن تتوسع العمليات الإرهابية، أن ينعكس القلق في ليبيا على الوضع الجزائري. ولكن المشكلة بين المغرب والجزائر يبدو تاريخية، وهي ليس سياسية وليس في مصلحة لا المغرب ولا الجزائر، ولا يمكن أن نساوي بين الجزائر والمغرب في هذه المسألة. المغرب دولة فيها قدر من الحرية، قدر من الديمقراطية، فيها انتخابات، وقد فازت الأحزاب الدينية الإسلامية، وهناك على الأقل رئيسا وزراء من الحزب الإسلامي في المغرب. في الجزائر هناك حالة ثورية ما زالت قائمة، والجزائر تتوجس شرا حتى من السياح العرب. يعني أنت عندما تريد أن تذهب إلى الجزائر عليك أن تستحصل فيزا، وليس من السهولة أن تحصل على فيزا عن السائح العربي. لذلك الوضع الجزائري ربما النظام، يعني النظام الجزائري الذي يستحوذ عليه حزب واحد منذ التحرير حتى الآن، هو جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، هو يرى أنه من خلال هذه الأزمات يمكنه أن يثبت سلطته في الجزائر. وإلا ما الهدف من التدخل في شؤون مغربية؟ مثلا الصحراء قضية مغربية، لماذا تتدخل بها الجزائر منذ البداية؟ لماذا تدعم يعني جبهة أخرى؟ القضية ممكن العالم العربي أن يتدخل لحل المشاكل. لو كانت الجزائر تريد أن تحل هذه المشكلة كان بالإمكان أن تحل، ولكن أن تدعم جهة مسلحة تريد الانفصال، والصحراء معروفة تاريخيا مغربية، وأسبانيا سلمتها إلى المغرب. قضية الجزائر حقيقة يعني ليست في مصلحة الجزائر، وليست في مصلحة الشعب الجزائري على الإطلاق. وهناك عدم استقرار تثيره مثل هذه القضايا، مثل هذه النزاعات، وهذا العداء غير المعقول، العداء الجزائري للمغرب، وغير المبرر. غير المبرر. كان بالإمكان النظام الجزائري أن يطور ديمقراطية مثلا داخل الجزائر، أن ينمي الاقتصاد، أن يستفيد من الأوضاع الدولية. الآن الجزائر بلد غني بالطاقة، وبإمكانه أن يزود أوروبا مثلا بالغاز. بإمكان الجزائر أن تستفيد من كل هذه الفرص، ولكنها رغم ذلك تحاول افتعال مشاكل هنا وهناك لأسباب ربما تخص جبهة التحرير.